السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تحول راتب محمد صلاح من المقاولون إلى ليفربول؟ أصبح المصري محمد صلاح نجم ليفربول حديث العالم في الأيام الأخيرة بعدما جدد عقده مع الفريق الإنجليزي لفترة إضافية بمقابل خرافي. أعلن ليفربول لتجديد تعاقده مع محمد صلاح ل3 مواسم إضافية، لتؤكد تقارير صحفية أنه سيحصل على راتب أسبوعي قيمته 350 ألف جنيه استرليني، وهو الأغلى في تاريخ الريد. وبتلك الحسابات سيحصل محمد صلاح على راتب شهري قيمته نحو 1,400,000 جنيه استرليني، أي ما يعادل 16,800,000 جنيه استرليني سنويا. الإنجازات الهائلة الذي حققها محمد صلاح بعد تجديد تعاقده مع ليفربول يتضح من خلال تدرجه في الرواتب التي حصل عليها على مدار مسيرته الكروية، بداية من المقاولون العرب. أول راتب لمحمد صلاح كان مع فريق المقاولون العرب الذي بدأ معه مسيرته الكروية، حيث بلغ راتبه 30 ألف جنيه مصري سنوي، وفقا لما أكده محمد عادل المشرف العام على كرة القدم في النادي. فإن محمد صلاح كان يحصل على راتب سنوي قيمته 13 ألف جنيه استرليني، ما يعني أن راتبه الحالي يبلغ نحو 13 ضعف راتبه الأول مع المقاولون العرب. من هنا كشف محمد عادل عن أنه تم تعديل الراتب بعد ذلك ليحصل محمد صلاح على 150 ألف جنيه سنويا بعد تألقه اللافت مع المقاولون ومنتخبات مصر للفئات السنية. وعند انتقال محمد صلاح إلى بازل السويسري في صيف 2012 زاد راتبه إلى 350 ألف يورو سنويا، ليقدم مستويات مميزة خلال الفترة من 2012 حتى 2014. وخلال تلك الفترة تألق محمد صلاح مع بازل، حيث شارك في 79 مباراة وسجل خلالها 20 هدف وصنع 17 هدف، منها هدفين في مرمى تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. وبعد مستويات مميزة مع الفريق السويسري انطلق محمد صلاح إلى تشيلسي في عام 2014 ليصبح راتبه 1,250,000 يورو سنويا. ومع تراجع محمد صلاح الفني في تشيلسي بسبب جلوسه على دكة البدلاء، أعير محمد صلاح إلى فيورنتينا الإيطالي لمدة 4 شهور بنفس راتبه معه تحمل الفيولا له. وبعد تألقه في الدوري الإيطالي رفقة فيورنتينا انتقل محمد صلاح إلى روما ليبقى معه على مدار عامين، قدم فيها مستويات مميزة جدا. وزاد راتب محمد صلاح مع انتقاله لروما إلى 1,500,000 يورو سنويا، بحسب ما نشرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية الشهيرة. وعند انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017 حصل محمد صلاح على راتب 100 ألف جنيه استرليني أسبوعي، قبل أن يرتفع إلى الضعف ويصبح 200 ألف جنيه استرليني أسبوعي في صيف 2018، وفي الأول من شهر يوليو على عقده الجديد مع ليفربول حتى 2025 براتب وصوله إلى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا كأعلى أجر في تاريخ النادي.